حرام عليكم يا ولاد، حد يقوم يساعدني. انت يا زفت انت وهو، حد يرد عليا. يا ابني انت وهو حد يرد على امك وصوتها جايب لاخر الشارع. الله يا شيمو، خلصتي ولا لسه؟ طب خدنا ايه النهارده؟ بقولك ايه، ابعد عني انت كمان، احنا في ساعة ضيقة، خليني اخلص اللي بعمله وبعدين شوف عيالك، حد يقوم يساعدني، ما انا مخلفتش بنات. انا مش عارف والله الستات دي خلقها بيضيق ليه كده في رمضان. قوم يا انت وهو ساعدوا امكم عشان ما تقعدش تقولي كل شويه انا مخلفتش بنات، وهي اصلا ما بتحبش خلفة البنات، وهو كله على دماغنا في الاخر. طب هو احنا هنساعدها ازاي؟ هو احنا بنعرف نعمل حاجة اصلا يا حاج؟ شوف انت بتعرف تعمل ايه واعمله. انا عرفت انا هعمل ايه يا بابا. ها قول يا فالح. بص انا ممكن ادوق الاكل. وحياة امك هو ده اللي انت بتعرف تعمله؟ انت مش صايم يالا؟ يا حاج هو بيقولك هيدوق الاكل بس، هو دوقان الاكل ده بيفطر؟ قوم يا ابني انت وهو شوفوا امكم عايزه منكم ايه واعملوه يلا. ايوه ماما موري، عايزاني اساعدك في ايه؟ حبيبي انت اللي حاسس بيا، انت ممكن تعمل العصير. يا ماما لا، ده هو صغير مش هيعرف يظبطه. اه والله عندك حق. طب ممكن تعمل السلطة. يا ماما لا برضه مش هيعرف يقطع الخضار. امال انتوا جايين تطلعوا روحي يعني ولا انتوا عايزين ايه؟ اما انتوا كل حاجة ما بتعرفوش تعملوها، جايين تنيلوا ايه يعني؟ اهدي بس كده يا ماما، احنا جايين بصراحة انا واخويا عشان ندوق الاكل. واد انت وهو، انا مش عايزة حاجة من حد، ارحموني شوية، اطلعوا بره. احنا كنا قاعدين في اوضتنا عمالين نلعب انا واخويا، ايه اللي خلاه يجي يقول لنا بقى نيجي نساعدك؟ وبعدين يا ماما هو احنا شوية يعني احنا هندوق لك الاكل، دي حاجة كبيرة قوي. وبعدين انت مش هتقدري تعملي الاكل من غير المساعدة الكبيرة قوي دي. اكل ايه اللي هتدوق؟ ياد انت وهو، امشي بره انت وهو، يلا مش عايزة من حد حاجة. يلا يا اخويا تعالى نروح نكمل لعب يلا. الناس دي مش عارفة قيمتنا يا عم، يلا بينا. ايه رأيك يا شيمو؟ بعتلك العيال اهو عشان يساعدوكي اي خدمة عشان تعرفي بس. يساعدوني؟ اه، ده ولا ليهم ريحة اللازمة، جايين عايزين يدوقوا الاكل الاتنين. بقول لك ايه يا ستي، سيبك بقى من العيال، فاضل قد ايه بقى على الفطار؟ استغفر الله العظيم، دي 10 مرة تسألني، ما الساعة في ايدك، ما تشوف الساعة كام. بقولك ايه، انت شكلك قاعد فاضي، تعال انت ساعدني، انت بتعرف تعمل ايه؟ والله انا بعرف اعمل حاجات كتير، يعني بصي مثلا انا ممكن ادوق لك الاكل. يا لهوي، هلاقيها منك ولا من ولادك؟ انتوا هتجننوني، اخرج بره، مش عايزة منكم حاجة. حق علينا ان احنا عايزين نساعدك، اديني سايبه لك وخارج اهو يا ست. مش مستفادة منهم بحاجة، لا راجل ولا عيال، كله عايز يدوق الاكل، هي دي المساعدة بتاعتهم، مش عايزة منهم حاجة، ربنا يقويني. بقول لكم ايه، سيبوها هي تعمل الاكل وتخلصوا وانا هقول لكم على هديه النهارده. بصوا لو في حد فيكم خايف من اي حد ومش قادر عليه وما يقدرش عليه غير ربنا سبحانه وتعالى، يلزم في ركعتين الفجر بعد الفاتحة في الركعة الأولى ألم نشرح لك صدرك، وفي الركعة الثانية ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ويثق بالله سبحانه وتعالى كما نجى بيته الحرام من أصحاب الفيل وأهلكهم، بإذن الله سيهلك الله عدوك بشرط أن تكون مظلوم ومستجير بربك بصدق ويقين. وكل سنة وانتم طيبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.